باب عظيم، باب من أبواب الجنة أوصانا الله سبحانه وتعالى به. وأي باب؟ باب الوالدين أيها الإخوة. قابيك عظيم، قابي جنته خذ تعالى لسر عزماني حفتان أمر مكر قام أودي باب ديان بكشنا أيها الإخوة. يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أيها الإخوة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده وحده. قد تعالى قال مسلمانا أمر كل قام عبادته ويتاني ربك قم خاص أمش خذيتاني بخازن. وأمرك أيها الإنسان، وأمرك بالإحسان إلى والديك. أمر ما كان أم إحسانه رنديش بابو دي خرى بكن، وخاصة في مرحلة الشيخوخة أيها الإخوة. وخاصة في مرحلة الشيخوخة رب العالمين رب السماء والأرض يوصينا خذ تعالى نوصيكر ها جبابو دي ها مخصنص واختيقو عمر مزنبون فلا تضجر إزعاج مبا ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو كليهما. تتشتك نوان دي بفي عمري مازن عاجز مبا شوري عشروان مكة وديوان بكشين. قال لي مسلمانا أيها الإخوة: ولا تسمعهما قولا سيئا. أي قول من كلمتين من حرفين أيها الإخوة، كلمة من حرفين أوصانا الله سبحانه وتعالى أن لا نقولهما لوالدينا، لا نقول لهما أف أيها الإخوة. حرفين خذ تعالى لسر عزماني حفتان مرة قلت ورا النبي أف الذي هم أصغر حرفين وأصغر كلمة في القرآن. أف أيها الإخوة، مهما وصل بك الأمر لا تضجر منهما. جوان عاجز مبا شوري عشق مرة مكة لأنه خذ تعالى وصي مرة كر وأنه أمهاج بابو ديخو هبل. ويقول الله جل في علاه والإخوة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكن أيها الإنسان لأمك وأبيك ذليلا متواضعا جوارا جناح خداخة وديوان بكشي رحمل وان بك، واطلب من الله أن يرحمها برحمة كما صبرا على تربيتك من الصغر. جخذيجي بخص بياربي الرحمل وان بكي نولي وان أسجوكي خذي كرم أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي سهرت الليالي من أجل أن ترتاح، أمك كم سهرت من الليالي من أجل راحتك. أو ديا أي ديا أو يخوي شفان ندي سبي خاطريتا أو خول خوحي رمان سبي خاطريتا أو يقولنا باكيتا تشتكر تهيرو ودي ويناكشني. ما أقل حياك أيها الإنسان. شقوتي تنان كوري وشغي قلتي شوكي هاشنا باكيتا ومزيتا باكتك قم بعد عمر ما زمت تخوزي جوان خلاص في. أمك أيها الإنسان. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ حق بابو ديال زارنتيا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك، أو نار جنة تلو جحنم تلا. إن أحسنت إليهما فهما جنتك،
وإن أسأت إليهما فهما نارك أو جنتك أو جحنماتنا تجوان رمبوي جنتاتنا تجوان رمبوي جحنماتنا أو عملات بيت جحنمي. أمك أيها الإخوة ربما كثير من الناس كثير ولا نقول قليل عندما يكبر أحد الوالدين يقول لنفسه الله يريحنا منه نخلص عبكير. سبحان الله. قل الله ريحنا منه كبروا حاجتهم. لما كنت أنت صغير يبكوا يدير بالهم عليك ما ينام الليل هل تتمنى أن يموتوا؟ ما أقل حياتك أيها الإنسان تتشقص أو لا خوي شبان أبين بعد عمر ما زموا تبي برها رجون خلاصهم. كيف كان حالنا وحال السلف؟ واحد منا يقول الله يريحنا منهم عبكير ونخلص منهم. وسبحان الله والسلف الصالح كان إذا واحد منهم إذا مات أم أحدهم يبكي ويقول لما لا أبكي وقد أغلق اليوم علي باب من أبواب الجنة. سلف صالح بريما ديجريان قوتي دي خد مرن دقوتن ديام مرد وشرات دي وعسك شو نقرم قافياك الجنة يروها تقتن. أمك التي سهرت الليالي أماه لو كان عمرك بيدي لمددته. أماه ديامن وهجر عمري تيجس من عمري تدريس بكرة ولكنه بيد ربي فهل يكفيك حبي. ديامن قو عمري تيجس من عمري خسر عمري تكرة. ديامن بس بدس خذ تعال أنا أواجب أنسر من أشتحز بكم وديتا بكشير. أيها الإخوة الأم مهما تحدثنا عنها فلن نوفيها حقها. شقص وأن قال ديان بكن أم حق ديان نادنك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عقوق الوالدين. بيخنبر عليه الصلاة والسلام صحابيان الرجاء أزقوني توري ما سم ورا بيشم قو بيجا يا رسول الله قو عقوق الوالدين من أكبر الكبائر أنه تدى شباب ودي خكي تودي واناكشني أوجه أكبر الكبائر بنيت تورا مزنا. أيها الإخوة والله حين تغيب الأم تغيب الحياة. والله حين تغيب الأم تغيب كل الأمنيات. تدع عند واد يدا نامنه وقت دي يسين ده شيء يسين كدابه. تدع عند واد يدا نامنه وقت أو تنا تهري دستي وين راموسي تبي ديامج مرة تعبنا وتعمى ودنيايتنا. شوف كيف يسين خوش بيه وقت ده ترى بكرة من هرة خدايش يتراسلنا. شوف كيف يسين ذيك كلمة خوش بيه. أيها الإخوة الأم أيها الإخوة صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ويقول آمين. قال في درجة الأولى آمين وفي الثانية آمين وفي الثالثة آمين. فبعد الخطبة سأله الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك تقول آمين وأنت تصعد المنبر. فقال أتاني جبريل وقال قل آمين يا محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد سيد الملائكة يدعو وسيد الأنبياء يؤمن. بل يخبرت الكلمة مسلمان تمعنوا. سيد الملائكة يدعو وسيد الأنبياء يؤمن. سيد الملائكة جبريل دعانك وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام دبي آمين. كيفاش تدعى فابوش خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال من أدرك والدي ولم يدخلها الجنة أو خسر أو إنسانا كيجانا أو يقوشي بابو ديخوا حد يكجوان ونكرنا جنته أو تخذ إنسان ذاتنا. يعني أيها الإخوة
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يدخلون الجنة. قال: ومنهم العاق لوالديه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه سه شخص رو جنت نابین خدا تعالى ری قیامته او دک ناده ونا كنجي يكجي العاق لوالديه أيها الإخوة. فما بال شبابنا اليوم؟ أين هم البارون بوالديهم؟ كاي هنا أولي بابو دي خدك شني كاو خورته قو قيمتك أودك ددوان قو أوزانب أو حريك قو قابيك جنتنا أيها الإخوة. فربما كثير من الناس راحوا على أوروبا وداوا عاف أمه هون أو بتركيا أو بسوريا، ويمر أسابيع وشهور وليالي وسنين ولا يطمن على أمه بهاتف، يقول: أماه كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف صرتي؟ ما يطمن عن أمه، ما يعذب حاله باتصال دقيقتين يطمن على أمه. ربما كثير من الناس منا يشوف هاتف وشاشة هاتفه أكثر ما يشوف أمه، يشوف هاتف شاشة هاتفه بالفيسبوك واتساب أكثر ما يشوف أمه وأبوه. هذا الزمان الذي وصلنا إليه أيها الإخوة. وكان الصحابة وكان التابعين يقدرون آباءهم وأمهاتهم، وناس صحابيان وتابعين دريا وتابنا نجي بابو دي وكرن أنجيو إلى ناكل خوش بابو دي وخلاص كن. العاق أيها الإخوة، وكثير من نشاهد الشباب ما شاء الله بالشوارع عندهم عادة هذا يسب أمه وهذا يسب أمه، هذا يسب أبوه وهذا يسب أبوه. ما بال شبابنا؟ أين الدين؟ أين الدين؟ لم نراعي حرمة من حرم الله، جاوزنا كل حدود الله سبحانه وتعالى حتى في آبائنا وأمهاتنا. ما حد في درب أسكن سبحان الله. خورتي ما شرع الرنشتنا خبرا بهفرات بيجن هاشا بابو دي هاد بيجن عادي بني مسكران دمشرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقالوا: يا رسول الله، الصحابة تعجبوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ كشتو بابو دي خبران بيجي. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. وتتبون أبوه وجي ترقوا تخبر قاند بابي خواه. ويسب أمه فيسب أمه، أو بيرد بيجي ديوي بيجي أو ديوي بيجي. خلص توني مدرات كيشان بابو دي خواه. هذا حالنا أيها الإخوة. أهذا من الدين بالله عليكم؟ أين شبابنا؟ أين شبابنا؟ أين أولادنا؟ علمناهم بالشوارع، علمناهم أخلاق الشوارع، ما علمناهم الدين وما ربيناهم مثل ما وصى به الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: 2 يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة. ده عذاب ده تشتان خذ تعالى للدنيا عذاب تدوم بري آخرته. ما هم أيها الإخوة؟ البغي وعقوق الوالدين. الظالم الله بده ينتقم منه بالدنيا قبل الآخرة، والعاق لوالديه الله راح ينتقم منه بالدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، نتقي الله سبحانه وتعالى. أمش خذاه بتسل قوي بابو دي ساغل ودي وان بكشنن قوي مريجي الرحمة اللي ببارنن خيران شيرا بكن. فما الواجب علينا أيها الإخوة؟ واجب علينا تعليم أبنائنا على برنا امزاري خو تربياكن قشتو دي بابو ديان بكشنن والإحسان بالإحسان إلى والديهما أيها الإخوة. فالمواجب علينا باتجاه والدينا إن كانوا أحياء
بالإحسان إليهما وإن كانوا أمواتا بالصدقة والدعاء لهما. وهاجرجي بابو ديما إصابا خذ تعالى عمرك دريج بوانده وهاجرجي إمريبون أم دعا جوارا بكن صدقا جيبون رحيوان بدن وسبي خاطري خذ تعالى لما الرحمة بك يا أيها الإخوة. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر